السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد ونهار جديد، نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم والدينا ووالدي المسلمين واجعل قبرهم رياض الجنه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا بالصحه والسلامه. اللي كتمنى شي حاجه الله يحققها ليها. كاين شي تحضيرات، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. المهم البنات، خرجت واحد الشميشه، زعما الصراحه ما كرهناش تكون هكا شميشه باش نشفوا حويجاتنا، ولكن هادشي اللي عطا الله الحمد لله. الله اللي كيعلم على اي حاجه. المهم خرجت واحد الشميشه، حليت الشرجم لحقاش غملات ليا الصاله. واش حتى نتوما فحالي؟ قولوا لي ردوا عليا في التعاليق الا كانت نتوما غملات لكم. زعما الصراحه ماشي سهله. الشتا تبارك الله ما شاء الله اللي طاحت راه يغملوا الديور. انا كل عام كطيح الشتا ومعمرها الصاله غملات لي، ولكن دابا غملات لي كلها الصاله. والصراحه هزيت السدادر هكا، هزيتهم باش حيدتهم من الحيط. انا غنوريهم لكم وتشوفوا، غنوريكم كاع السقف والجناب كيفاش غملوا لي. وكنحل الشراجم على حسب باش تهوى الصاله. لقيتوني انا في الشرجم نيت باش تهوى ليا الصاله شويه. المهم انتم انا ندور لكم تشوفوا الشميشه، وندور لكم تشوفوا حتى الصاله كيفاش غملات ليا. شوفوا البنات الشميشه اللي خرجات ما شاء الله، الله يرحمنا بها. الصراحه شميشه كنا متشهين الشمس، عرفتوا علاش؟ باش نشفوا حويجاتنا. انا دايره، هانتم كتشوفوا الشمس، ولكن كتولي مره كتقلب. دايره انا يازير هنا، يازير دايره في هاد البليصه هادي باش غادي نديرو هكا الشعر وشي وصفه. دايره تما كيدير، دايره المجمر ديالي كندير فيه البخوره البنات، ندير فيه داك البخور ديال العود باش كنبخر وكنخرجوا للشرجم باش ما يغمقش ليا الدار. وانا غنوريكم البنات، هانتوما كتشوفوا الصراحه راه كلها الا كانت كتبان ليكم، هانتوما كلها غملات. ها واش نتوما فحالي يا البنات؟ قولوا لي. ندور لكم وتشوفوا هنا شويه ماشي بزاف، الهيه اللي بزاف. انا ندور لكم وتشوفوا. انا هزيت كلشي، هانتوما كلشي هزيتو. ها بعت سدادر من الحيوط على حسب الغموليه. هانتوما شوفوا السدادر، شوفوا الغموليه البنات. هانتوما الحيط كله ولا غامل من الجناب، وخفت لي يغملوا لي عفوا حتى الطلامط، وقلت راه شوفوا. هانتوما هاد الجهه هادي بزاف. هانتوما شوفوا الغموليه الصراحه. هانتوما هابطه مع الحيط كلها. مع التصوير ما كتبان لكمش بزاف، انا كتبان لي الغموليه. شوف قلت لكم شوفوا الغموليه. هانتوما هابطه حتى لتحت ومع الجناب. هانتوما كتشوفوا الجناب ديال الصاله، هاد الجوايه هادو اللي على الزنقه. ايوا هانتوما كتشوفوا البنات شميشه، وحليت الشرجم باش تنفس ليا شويه الدنيا، لحقاش راه هادشي كيغمل. ما كناش كنحلوا الصاله على ود الشتا، حتى ملي كنشوف شميشه وكنحلها. هانتوما كتشوفوا شتو غموليه. انا راه زيت كلشي. هانتوما كيما انا وريتكم البنات الصاله وشفتوا كيفاش دايره، وعندي حتى بيت نعاسه هو غامل من الفوق، دار ديك الغموليه وطواليط حاشاكم. واش غنقول لكم؟ هادشي اللي عطا الله الحمد لله على كل حال. بغيت حتى يخرج غير يخرج هذا البرد وتسخن شويه الدنيا، ونقدر نصبغها ولا نمسحها ولا نشوف شنو ندير لها. اي حاجه غنديرها لها ان شاء الله. المهم بديت معكم البنات المقدمه حيت صليت الظهر. المهم مشيت جبت بنتي وجيت صليت الظهر، كتخرج مع الوحده. جيت صليت الظهر درت معكم البنات المقدمه، وغادي نمشي ان شاء الله الكوزينه باش نرد الغدا.
الغدا. انا صايمه اليوم ان شاء الله من قبل نرد الغدا، وغادي داكشي اللي عندي في الكوزينه غادي ندير. المهم هادشي اللي كاين، داكشي اللي عندي في الكوزينه غنشاركو معاكم. اي حاجه درتها في النهار غادي نشاركها معاكم. شوفوا شميشه خرجات هانتوما، خرجت شميشه والله الا تمشوا فيها حويجاتنا وفويطات. الصراحه مكرهناش شي شميشه حاره والله الا غملنا في الدار. صافي دابا غادي نمشي ان شاء الله وخليتكم في امان. نتوما معايا كتشوفوا البنات، شوفوا تا بيت النعاس كيفاش ولا ليا في الصراحه. حتى هو طلق لديك الغموله، بغيت زعما الصراحه تسخن الدنيا وما تبقاش الشتا ان شاء الله باذن الله. وغادي ندير البنات واحد الصباغه للسقف. الصراحه غمل ليا بيت النعاس، هانتوما كتشوفوا انا صورت لكم شوفوا كيغمل. ودابا الغموليه راه وقيت حتى هذا. انا الصراحه عمرو ما غمل ليا، ولكن هذا العام تبارك الله بالشتاء اللي جات راه ما شاء الله. اليوم ان شاء الله في غديوتي غادي ندير السرديل البنات. جبتو جديد هانتوما كتشوفوا السرديل لقيتو ب 300 ريال خديتو. مهم نقيتو على برا وجبتو دابا شليتو وغادي ندير له شرموله. بالنسبه للسرديل غنديرو غنرافقو مع داك المنقوب، الفول المنقوب. خديت البنات شرموله درت فيها المعدنوس والقزبر، درت الثومه، درت البابريكا، الكمون، الخرقوم، السودانيه، درت شويه ديال عصير الحامض صافي. وغادي نخلط المكونات. درت شويه الملح بالطبع. هانتوما كتشوفوا بعد ما شرملته خليته ترقد مزيان ووجدت المنقوب. بالنسبه للمنقوبه البنات خديت الفول البنات داك القاصح ورطبته ليله كامله وحيدت له ديك الراس الفوقاني اللي كيكون الكحل صافي. ودرت له شرموله ديال الحوت، راه كلشي كيعرف يصاوب شرموله ديال الحوت صافي. ودابا غادي نردو باش يطيب. بعد ما خليت الفول ديالي كيطيب هذا المنقوب صافي البنات بديت كنقلي البنات السرديل. هانتوما كتشوفوا جا على مزينات وجا بنين. المهم انا كنت صايمه راكم عارفين، حطيت غير لبنياتي وراجلي الله يدوم علينا محفظه من الزوال. بالنسبه للمنقوب جا على مزينات والبنات جا غزال. درت فيه واحد المزيوده ديال الحار والحوت رافقت معاه شويه ديال الحامض، راجلي كيبغي الحامض من كيعصر عليه الحامض صافي. وغادي ندوز نقضي شغلي. المهم بنات انا جبت الفلفله البنات خديتها البارح. بالنسبه للحمراء كدير 10 دراهم البنات، وبالنسبه للخضراء كدير 160. الخضراء كدير 160 والحمراء كدير 10 دراهم. خديت واحد 2 كيلو البنات غادي نقطعها ونديرها في الطويصات ونديرها في المجمد. بالنسبه للفلفله راه كتغلى، كتزيد تغلى، راه كتولي حتى ل 500 ريال في رمضان. بالنسبه الى لقيتوها رخيصه 160 خذوها وديوها وغسلوها وديروها في المجمد، راه غادي تنفعكم. البيتزا، الحشوه، التعمار، الرغيفات، كلشي غادي تنفعكم. بالنسبه للفلفله دابا راه شويه، واخا 10 دراهم 160 راه شويه، دابا راه في رمضان غتغلى. المهم انا جبت البنات 2 كيلو وغادي نقطعهم ونديرهم في المجمد. كنحيد عليا واحد شويه، كنقص عليا على حسب المصروف. راكم عارفين الا فات تغلات في رمضان ما كتاخديش منها بزاف، كتكون عندك في المجمد من احسن وما كتخسرش. في الايام العاديه راه كنديروها في المجمد وما كتخسرش لينا صافي. دابا غادي نديرها البنات وهانتوما معايا. المهم بعد ما ساليت الفلفله ديالي البنات قطعتها على هذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا، درتها شكل مربعات. غادي تنفعني في المسمان، في الحشوه، في الروز. بغيتو ديروا هكا الروز بالفلافل تتنفع البنات. هانتوما كتشوفوا انا درتها في هاد الطويصات هادو كينفعوا. بالنسبه لهاد الطويصات انا عندي طويصات درت فيهم الفرماج نوريهم لكم، وبالنسبه لهادو درت فيهم الفلفله غادي نسدو نصيرهم مزيان. وبالنسبه لهذه درت على حسب هكا البيتزا، درتها بهذا الشكل هذا على حسب البيتزا غادي تنفعني ان شاء الله. المهم الفلفله غادي نزيد منها ان شاء الله. الحمراء عندي هي الخضراء كانت عندي في الثلاجه وزدت عليها داك الكيلو انتما كتشوفوا. المهم بعدا الفلفله ساليتها غادي نديرها في المجمد. كل مره كندير حاجه. بالنسبه للفلفله نديرها في المجمد وديك الساعه غادي نوريكم شنو غندير اخر. المهم بنات درت هاد الفلفله درتها في هاد البلاستيكه هذه اللي كيتسدوا، وبالنسبه لهادو درتهم في هاد الطويصات صافي. دابا غنديهم للمجمد ونحطهم. بالنسبه للمجمد ما عنديش البنات هذاك الكونجيناتور، ما عنديش، عندي الفريكو ديال الثلاجه ما غاديش يهز ليا بزاف ديال الحوايج. دابا نوريه لكم صافي. دابا هادو غادي نديرهم ومن بعد ما تسالى ليا ان شاء الله ولقيتها رخيصه راه غنزيد منها، نزيد من الحمراء صافي. هادشي اللي كاين البنات.
هذا الفريغو ديالنا من بعد ما غسلته هانتوما كتشوفوا كان فيه الثلج، مسحته مزيان، حيدت له داك الثلج وحيدت له ديك الشبيكه اللي كتكون هنايا، ديك الشبيكه باش تعطيني لي سباس فين ندير داكشي ديالي د رمضان ان شاء الله باذن الله. المهم دابا انا غادي نستف فيه داكشي اللي وجدت، واللي باقي ان شاء الله غادي نعاود نزيدو. صافي هذا هو الفريغو ديالي، هانتوما كتشوفوا الكبر ديالو ما كبيرش بزاف، واخا هكاك شويه ماشي بزاف. صافي دابا غادي ندير فيهم دوك الحويجات، ومن بعد الا زدت شي حاجه غادي نزيدها ان شاء الله. نبداو في التحضيرات ان شاء الله ديال رمضان، الله يدخلوا عنا بالصحه والسلامه، لا فاقدين لا مفقودين ان شاء الله. عندي هاد الحامض هذا غادي نحك القشره ديالو مهم، وغادي نعصرو، غادي نحتاجو ان شاء الله. شوف الثلج اللي لقيت في الثلاجه، شوف كي غسلت الثلاجه لقيت داك الثلج خليته كيذوب. بالنسبه لافوكا حتى هي لقيتها ب 450، جبت 2 كيلو ب 900. البارح خدينا منها 2 حبات. دابا هذه غادي نديرها باش نحتفظ بها ان شاء الله رمضان. بالنسبه للمعدنوس جبته باش نقطعو ونديرو هكا في المجمد كنطيب به. بالنسبه للحريره ما تنديروش البنات، تنديرو طري. صافي هادو هما الشغلات اللي بقاو ليا، ونجمع هاد لابابو من الثلج صافي ونجفف الكوزينه. دابا لقيتوني غنمشي نصلي هو الاول عاد نجي ندير هادشي. هادشي اللي كاين، حيت الصلاه ديالي هي الاولى العصر وعاد نمشي نجي ندير هادشي ما غاديش يهرب الصلاه اللي غيمشي الوقت ديالها ان شاء الله. انا رديت ديك الشبيكه البنات لحقاش ما تساعوش ليا زعما باش ندير شي فوق شي ولا هذا، غادي يجيني الفريغو مخربق. بالنسبه لي انا باقي عندي داكشي كنستف داكشي مهم. بالنسبه للشباكيه درتها تما الفلفله مطيشه وتما لداند، باقا ما خصني نزيد مطيشه، تما الفرماج، تما داك التمر العجوه. ودابا غادي ندير البنات الفلفله، وغندير داكشي اللي باقي خصني نوجد داكشي الحار. بالنسبه للفلفله غادي نديرها هنا، ندير عليها هاد الكروفيت، هذه كنافه باقي عندي منها. المهم كنستف شويه بشويه. بالنسبه للدجاج وداكشي، بالنسبه لهذه كنافه، قلت في رمضان ما ربنا نبغي ندير شي حاجه غادي نديرها الفوق من هذا. المهم على حسب وصافي باش نجمعها في ميكه وحده على حسب اللي بغيت، القدر اللي بغيت. المهم غادي نستف هادشي بالنسبه للدجاج و باقي كملت تنسالي ونوريه لكم. شوفوا البنات، المهم الا زدت بحال دابا شي حاجه راه غادي نديرها. هنا درت الحامض البنات كنحك منه القشره وكنحطو هنايا، ما ربنا نحتاجو للعصير. واخا عندي الاخر انا هذا في المجمد كنحطو. بالنسبه لهذا المخمر، هذه مطيشه ديال الحريره كانت بقات لي منها الطويصه. عندي هنا واحد الطويصه دايره فيها المعدنوس كنطيب به. وهنا عندي هذا اللوبيا مرطبه. هنا الزبده البنات سنطرال. هنا شويه الكرافس والدجاج هنايا اللي بقى لي، باقي ما شريش الدجاج. هذا سكينجبيره البنات طري دايره هنايا. صافي دايره الحامض هنا، الفلفله درتها هنا، وهنا عندي لاداند في الطويصه عندي لاداند. المهم غندير ان شاء الله عندي لافوكا جبتها غادي نعصر لها الحامض ان شاء الله، نوريكم طريقه الاحتفاظ ديالها باش غادي نديرها ان شاء الله في المجمد. بالنسبه لهادو نقدروا نفطروا بهم في العشيه حيت انا صايمه، غنجبدهم ونفطروا بهم وصافي. ويبقى لي لي سباس باش نزيد داكشي اللي بقى. هانتوما كتشوفوا الصراحه نتمنى نكون استفتو، بصراحه ما نكذبش عليكم كنحمش الحاجه مربجه. بالنسبه للمطيشه مازال خصني نزيد، عندي مطيشه خصني نطيبها باش نديرها في الطويصات ونحطها حتى هي هنايا. صافي هادشي اللي بان ليا. الطويصات كياخذوا لي سباس البنات، بالنسبه للميكات ما كياخذوش لي سباس، ولكن ما عرفت شنو غندير. صافي هادشي اللي كاين. دابا غنسد الفريغو ديالي صافي على داكشي اللي صوبت، وغادي نكمل ان شاء الله التحضيرات الاخرين. ثالثا البنات الروينه ديال الكوزينه، من بعد ما غسلت ديك الثلاجه وغسلت داك الفريغو وستفت داكشي اللي باقي، راه خصني نتقدى ان شاء الله الخضره. دابا درت بيتزا البنات. بالنسبه للعجينه ما عجنتهاش البنات حيت كنت مزروبه وراكم عارفين كنت اليوم مرونه. صافي درت عي ديك العجينه اللي كتكون واجده البنات، درت ليها الصوص ديال البيتزا، درت بصله وفلفله مشحرين
ودرت شويه ديال الطون ودرت شويه ديال الفرماج ودرت فوق منهم شويه ديال الزعتر. غادي ندخلهم من الفران البنات، راه كلشي طايب غير باش يذوب داك الفرماج ونمشي نفطر البنات. راني عييت، بقيت واقفه النهار كامل ما ساليتش البنات. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو. خليتكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي. مع السلامه، الى فيديو